السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. والفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم مختلف تماما على الفيديوهات كاع اللي حطيت في القناه. غادي نصاوب معكم نشارك معكم عيد الميلاد ديال بنتي بجميع التفاصيل ديالو، يعني من الاول حتى الاخر. بسم الله. واول حاجه هي غادي نبداوها في الجينواز حبيباتي. عندنا 5 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندنا شاصي ديال الفاني، عندنا 190 غرام ديال السكر و190 غرام ديال الدقيق. هنا ضروري حبيباتي من البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، وهنا غادي نعزلوا الابيض على الصفر ضروري حبيباتي. هانتوما كما كتشوفوا يعني الطريقه واضحه، وغادي نديروه في الطراب اللي فاش غادي نطربوا الابيض ديال البيض ديالنا. يعني انا كنطرب في هذا، يمكن لكم تطربوا في العجانه اولا في اي حاجه نتوما كتطلعوا فيها البيض ديال البيض ديالكم. وضروري المول غادي نغلفوه بالبابي كويسون، غادي نحطوه حدانا. والمول انا درت فيه 18 سنتيم، يعني في المول ديالي دايره خدمت في المول ديال 18 سنتيم، درت فيه 5 ديال البيضات. هنا غادي نطلع البيض ديال البيض ديالي مزيان. هانتوما كما كتشوفوا يعني البيض ديال البيض غادي ندير السكر، غادي ندير معاه داك الشاصي ديال الفاني، وغادي نخلط في سنيده، ومن بعد غادي نبقى نضيفها تدريجيا حتى البيض ديال البيض غادي يولي ليا غيبان ليا فحال اللي دار داك الرغوه. من بعد عاد غادي نبقى نضيف السكر تدريجيا، يعني شوفوا كيفاش كنضيف معلقه باش ما يهبطش معكم حبيباتي البيض ديال البيض. ضروري خصكم ديروا. شوفوا انا ما بغيتش الصراحه نقطع لكم هذا المقطع هذا باش تعرفوا باش الجينواز صدق معكم. هانتوما يعني كنضيفوه تدريجيا، والبيض البيض حتى نطربوه نشوفوه رغوه، عاد نبقاو نضيفوه سنيده باش البيض ديال البيض ما يهبطش لينا ويصدق معكم الجينواج ويجيكم ناجح. شوفوا يعني انا ما عنديش داك الطراب اللي كيدير المنقار، ولكن تاكدوا انه البيض ديال البيض طالع لينا مزيان. منين تقلبوا البول اللي فاش خدمتوا اللي هو في اي حاجه نتوما خدمتوا فيها غتقلبوها ما يهبطش البيض ديال البيض، غادي تعرفوا بلي البيض ديال البيض ديالكم ناجح، ويعني غتطلع معكم الجينواز زوينه. البيض ديال البيض حبيباتي الا ما طلعتوش وما صدقش معكم كونوا اكيدين انها الجينواز ما غتجيكمش زوينه. وغير تبعوا المراحل اللي درت معكم انا، وانا متاكده غادي تصدق معكم من اول تجربه ان شاء الله يا ربي. هانتوما كما كتشوفوا يعني انا ضروري خاصني نقلبوا في شي بول اخر باش غادي نضيف معاه الصفر ديال البيض. صافي هنا كنبقاو نضيفوا الصفر ديال البيض تدريجيا وحده مورا وحده. هنا غادي تشوفوا بلي ضفت الاولى من بعد صافي هبطوا ليا كاملين، ولكن ما كاين حتى مشكل، يعني ما كيهبطش ليا البيض ديال البيض، ولكن نتوما ضيفوها وحده مورا وحده. شوفوا انا زلقوا كاملين جاو تما ولكن نتوما ضيفوهم تدريجيا يعني وحده مورا وحده. وهنا ما كاين حتى مشكل، يعني ما هبطش ليا البيض واخا يعني درتهم كاملين ما وقع والو. هنا غادي نغربلو الدقيق ديالنا كما قلت لكم. عندنا 190 غرام ديال السكر سنيده، 190 غرام ديال الدقيق ضروري نكونوا غادي نغربلوه اولا نغربلوه ونحطوه حدانا. غادي نضيفوه تدريجيا كما كتشوفوا معلقه ونص ونخلطوا، معلقه ونص ونخلطوا حتى نساليو الدقيق ديالنا كامل. انا ضروري ما خصني نقص في المونتاج باش ما يجيكمش الفيديو طويل. حاولت ما امكن انه الفيديو ما يجيكم طويل، وسمحوا لي بزاف حيت ما بغيتش نقطع لكم بزاف ديال المراحل. انا خليتكم تشوفوا من الاول حتى الاخر كيفاش غتوجدوا عيد الميلاد ديالكم. يعني كما خدمت انا نتمنى حتى نتوما ان شاء الله يا ربي تجربوا هاد الحاجات اللي خدمت انا معكم. انا متاكده غادي يعجبوكم بزاف. هنا غادي ندخلوه على فران سخون، من بعد منين غادي ندخلوه للفران غادي نقصوا. الجينواز خصها طيب على نار هادئه حبيباتي باش طيب لكم حتى من الداخل. كتاخذ لكم من ساعه حتى لساعه و10 دقائق، ساعه و5 دقائق على حسب كل وحده والفران ديالها. كنأكد لكم خصها الجينواز طيب على نار هادئه باش طيب على خاطرها. شوفوا التحميره ديالها كيفاش كتجي، شوفوا تبارك الله الجينواز ناجحه 100%. هنا خدمت انا في المول ديال 18 سنتيم كما قلت لكم حبيباتي. صافي انا الجينواز والكاناش خدمتهم بليله قبل، يعني خدموا هاد المراحل كما خدمتهم انا. حطيت الجينواز ديالي. هنا غادي نحتاجوا الشوكولا من نوع الجيد. خدمت هنا بالشوكولا الشوكولاته السوداء بالحليب، يعني خدمت انا بالمذاق ديال الشوكولاته السوداء بالحليب. الصراحه بنينه بزاف. يعني خدمت 500 غرام ديال الشوكولاته
السوداء بالحليب غادي نحتاج معاها 900 غرام ديال الكريمه. 900 غرام ديال الكريمه غادي نقسموها على 3، يعني 900 غرام ديال الكريمه غادي نقسموها على 3 غادي تعطينا 300 غرام. غادي ندوبوها ندوبوها مع الشوكولا، يعني الشوكولا غادي نديروها في حمام مائي ضروري حبيبتي، في حمام مريم قولوا لي يا حمام السعديه هذه وتحيه الاسماء كاملين حبيباتي. هنايا غادي ندوبوا معاهم 300 غرام ديال الكريمه، من بعد غادي تبقى لينا 600 غرام ديال الكريمه. 600 غرام ديال الكريمه من بعد ما حيدنا من حمام مائي الشوكولا داب لينا مزيان مع الكريمه، هنا غادي نبقاو نضيفوه تدريجيا شويه مورا شويه. وهاد المراحل هادو غادي نخليه لكم حبيباتي في صندوق الوصفه تزيدوا تفهموني اكثر، غادي تقولي لي كي درتي جبدتي الكريمه والشوكولاته باش تعرفي القياس. القياس حبيباتي غنديروا 500 غرام ديال الشوكولاته السوداء بالحليب مضروبه في 1.8. شحال ما خرجت لينا ديال الكريمه هي هذيك، يعني الكريمه اللي غنحتاجو في الكاناج ديالنا. مثلا 500 غرام ديال الشوكولا ضربناها في 1.8 عطاتنا 900 غرام. نتمنى تكونوا فهمتوني، يعني اي شوكولاط نتوما عندكم ضربوه شحال ما بغيتو ديروا، ضربوه في 1.8 اللي خرجت لكم هي هذيك العدد ديال الكريمه. خرجت لكم داك العدد اللي خرج لكم ديال الكريمه غتضربوه في 3 غتاخذوا الثلث غتذوبوه معاه، ويعني الثلث يعني القسمه الاولى غتذوبوها وجوج الاقسام غادي يبقاو هما اللي غادي تزيدوهم مع الشوكولاط. نتمنى نكون وضحت مزيان هاد الفكره هذه. هنا حبيباتي من بعد هنا دازت ليله، يعني انا الليله من قبل وجدت كما قلت لكم الكاناش ووجدت الجينواز، درت كلشي عندي في الثلاجه. الجينواز ناجحه 100%. هنا حبيباتي لا عندكم المنشار قطعوا به، ما عندكمش يعني استعينوا غير بالموس. و هنا غادي نقسم على 5 هاد الجينواز هذه غادي نقسمها على 5 ديال الطريفات، يعني ها نتوما كما كتشوفوا. واللي عندها يا اختي عينها مزاقله في حالي عمرني جبت الحاجه مقاده ديما عندي النص جايبه هو هذاك والنص مزاقل. نتمنى الا ما كانش الا حتى نتوما عندكم مزاقله في حالي ديروا اختي المنشار هو اللي كينفع. انا الصراحه ما عنديش ومازال ما شريتوش، يعني استعملت غير الموس، ولكن غير هذه الاولى اللي صدقت ليا شويه عوجه، اما الاخرين صدقوا الصراحه مزيان. هنا انا كما قلت لكم قطعتهم على 5 ديال القطع، ها نتوما كما كتشوفوا. وغادي نديروا كل قطعه يعني قطعناها حدا اختها، يعني قطعنا الاولى نحطوها، الثانيه الثالثه غنمشيو كما كانت الجينواز عندنا ملي كانت طايبه كما غادي نحطوها وهي مقطعه. هنا شوفوا الكاناش ديالي من بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه غادي ندوزو باش نطربوه حبيباتي. هنا غادي نطربوا الكاناش ديالنا في اي حاجه نتوما كما قلت لكم كطربوا فيها، يعني في الطرب الكهربائي اليدوي او العجانه او اي حاجه نتوما كطربوا فيها حبيباتي. شوفوا الكاناش ديالي يعني غادي تبقاو تطلعوا حبيباتي منين تهزوا بالملعقه غتلقاوه ما كيهبطش معاكم، يعني ما بقاش سائل، يعني الطرب. شوفوا هذا هو الكاناش حبيباتي، شوفوا الكاناش الصحيح اللي باش غادي تخدموا. هنا حبيباتي غادي نحطوا القاعده، يعني اللي باش طابت لينا الكيك كما طابت لينا كما غنوليو نردوها في المول اللي فاش طابت لينا. هنا غادي نشدوا القاعده الاولى. انا غتشوفوني هذاك الراس اللي كان عندي من الفوق قطعته شويه، هو اللي باش درت هذيك الطبقه اللي تزاقلت ليا شويه هي هذيك. غادي نردوا الجينواز ديالنا كما طابت، نتمنى تكونوا فهمتوني. هنا غادي نسقي انا بالحليب، الصراحه كيعجبني نسقي بالحليب، ومن بعد غادي نضيف الكاناش ديالي. هنا حبيباتي غتلقاوني عمرت بثلاثه الانواع ديال الشوكولا، عمرت بماروخا بميلكا اوريو وعمرت بكيت كات. يعني انا عمرت بالحاجه اللي كتعجب بنتي، يعني كيعجبها الشوكولا عمرت ليها بالشوكولا، وعمرت باللوز والكركاع. هنايا غادي يمكن لكم ديروا اي حاجه نتوما كتفضلوا، اي حاجه نتوما كتعجبوا وليداتكم، حيت هذا عيد الميلاد ديال ولادكم او لا ديالكم. يعني الا شفتوا هاد الجينواز هاد الحلوه بغيتوا تخدموها لراسكم ديروا فيها الحاجه نتوما اللي كتعجبكم. انا قلت لكم خدمت بثلاثه الانواع ديال الشوكولا، وخدمت في واحد المرحله باللوز والكركاع، كنعمر وكندير يعني داكشي اللي بغيت انا ندير في الوسط. شنو ما بغيتو الكولي ديال اي حاجه نتوما كتفضلوها، اي حاجه نتوما كتفضلوها يمكن لكم ديروها هنايا. صافي كنبقاو نضيفوا حبيباتي
الجينواز ديالنا كنضيفوا الكريمه القرمشه وحنا غاديين حتى كنساليو الجينواز ديالنا هنا كامله. هنا غتشوفوني المول ضروري غلفتو بالبلاستيك حبيباتي باش يساعدني من بعد مني نبغي نخرجها، غادي تساعدني باش غادي نخرجها من المول بكل سهوله. غلفتو بواحد البلاستيكه. هنا هانتوما كما كتشوفوا يعني الصوره واضحه حبيباتي، وكما قلت لكم الجينواز كنردوه كما هو طاب لينا في الفران كما دابا منين عمرناها. علاش؟ حيت غادي نقلبوها حبيباتي، والقاعده اللي كتكون مقاده هي اللي كترجع لينا من الفوق، وغادي تفهموني من بعد. صافي هانتوما كما كتشوفوا يعني الكريمه 500 غرام ديال الكريمه غادي تجيكم، خاصها غير شويه، هي هذيك اللي احتاجينا للمادلين. يعني كتجيكم الكريمه يعني هي هذيك 18 سنتيم ديال الجينواز. صافي هنا في الاخير غادي نسقيو بالحليب وهو فوق طاوله العمل، وعاد غادي نقلبوها تما، وهذا هو الوجه ديالها ديال الجينواز. صافي حبيباتي هنا غادي نغطيها وغادي نخليها من بعد الليله كامله من بعد. ولكن حبيباتي هنا يمكن لكم تخدموها غير من الصباح للعشيه، اولا تخليوها تشد راسها غير واحد 3 ساعات في الثلاجه، ومن بعد غادي تمونطيوها، ما كاين حتى شي مشكل، ما غيوقع ليها والو. المهم غير خليوها تشد راسها واحد شويه. انا خدمت صراحه كان عندي الوقت الكافي، يعني خدمت بخاطري كل مره كندير حاجه. هنا حبيباتي غادي ندوزو للكاناش ديال التغليف. الكاناش ديال التغليف غادي نحتاجو فيه 250 غرام ديال الشوكولاته البيضاء من النوع الجيد، وغنحتاجو 250 غرام ديال بديل الشوكولاته. يعني غادي نحتاج كما قلت لكم 250 غرام ديال الشوكولا من النوع الجيد، وغادي نحتاج 250 غرام ديال الشوكولا بديل الشوكولا. يعني انا استعملت كالا، يمكن لكم تستعملوا اي بديل الشوكولا نتوما كتفضلوه. هنا غادي نحتاج في الكريمه 62 غرام ديال الكريمه، يعني 62 غرام ونص ديال الكريمه، يمكن لكم تستعملوا غير 62 غرام. غادي نديروها في حمام مائي حتى يذوبوا لينا مزيان. غتذوب لينا داك الكريمه مع الشوكولاط، وغادي نضيف الملون الابيض. علاش حبيباتي؟ حيت عندنا الشوكولا فيه اللون كيجي صفيفر، يعني ماشي بيض ضروري. ما غنحتاجو هنا البودر البيضاء اللي باش غادي نلونو، باش غادي يرجع لينا الشوكولا بيضاء، باش غادي تولي لينا بحال عجينه السكر. هانتوما كما كتشوفوا غادي نجيبوا البورد كيك ديالنا اللي فاش غادي نديروا الحلوه، غادي نديروا ليها شويه ديال الكريمه باش تلصق لينا. ومن بعد هانتوما كما كتشوفوا غادي قطعت هذا على قياس الحلوه ديالي، وهنا غادي نقلبها حبيباتي. يعني بكل سهوله اي مبتدئه غادي تخدم هذه الحلوه بكل سهوله حبيباتي. هنا نصيحه لكم حبيباتي، الكاناش ديال التغليف غادي نعطيكم جميع الاسرار باش ينجح معكم. اول حاجه حبيباتي منين غادي تذوبوا غادي تشوفوه طلق الزيت، غادي تقولوا صافي الكاناش ديالنا خسر. لا حبيباتي، ما خسرش ليك الكاناش ديالك ديال التغليف. غادي تجيبي الطراب اللي باش كطربي الكريمه، يعني اي طراب انت عندك جيبيه وطربي مزيان حبيباتي. من بعد الزيت ديالو كيرجع فيه وكيولي الكاناش رائع باش غادي تغلفي به. هذه نصيحه ضروري ديري بها حبيباتي، وما تخافيش الا طلق لك الزيت طربيه وردي عليا الخبر. شوفوا الطراب انا طربته صافي كيرجع فيه الزيت وكيولي رائع. في هذا الوقت هذا البرد كيعذب بزاف باش تخدموا. علاش حبيباتي؟ حيت دغيا كيجمد. عندنا الحلوه بارده والكاناش دغيا كيجمد لينا، كاناش التغليف دغيا كيجمد لينا. حاولوا تخدموا يعني تخفوا يديكم، هو يكون مازال شويه يعني شاد مازال شويه بحال سخون شويه، صافي بقاو تخدموا به. هذا الكاناش ديال التغليف ما كيحتاجش يرتاح اولا شي حاجه، مباشره كنحيدوه من فوق النار، كنطربوه ندخلوا فيه الزويته اللي خرجت ليه، ومن بعد كنبداو نغلفوا به الحلوه ديالنا. كما قلت لكم هنا خصكم تستعملوا شويه السيشوار ضروري حبيباتي. علاش؟ حيت دغيا كيجمد لينا، والسيشوار هو اللي كيساعدنا باش كيعاود يذوب لينا الكاناش باش كنليسيو مزيان. وهنا هاد المرحله راه ضروري ما غتدي لكم وعلى الاقل واحد 45 دقيقه ديال الوقت وانتم كتليسيو وتعمروا اي حفره بانت ليكم واي حاجه. يعني ضروري حبيباتي غتدي لكم. هذه هي المرحله
يعني اللي كتدي بزاف ديال الوقت هي هذه الصراحه، باش تليسي وتخرج لكم شي حلوه زوينه وكتحمر لكم الوجه. يعني ضروري ما خصكم تعطيوها شويه ديال الوقت. وكما قلت لكم في هذه الوقيته ديال البرد الصراحه هذا الكاناج ديال التغليف هو صراحه زوين، ولكن خاصكم ضروري حبيباتي تعطيوه الوقت. وكما كتشوفوا يعني كتستعمل السيشوار وانت كتليسي، تستعمل السيشوار وانت كتليسي باش تليسا الحلوه مزيان وتعطيكم النتيجه اللي نتوما بغيتو. وكما قلت لكم الا طلق لكم الزيت ما تخافوش طربوه، ولكن الا طربتو غير بيديكم راه ما غاديش يصدق معاكم، طربوه بالطراب الكهربائي. هنا حبيباتي الحلوه ديالي من بعد ما ساليتها فينيتها، شوفوا حطيت فيها انا بنتي الصراحه بغات إلزا هي اللي بغات، درتها ليها تما هذيك يعني غير خرجتها من المكتبه وقطعتها وحطيتها تما، درت معاها نجيمات حبيباتي. وهاد التصويره هذه درت معها بابي كويسون هو الاول، عاد حطيت معاها التصويره باش ما تضيع لياش التصويره. هنا غادي ندوزو للبوب كيك والماغنوم كيك. هنا عندي الكيكه بالمذاق ديال الفاني، وانا بغيت ندير الماغنوم كيك والبوب كيك بالمذاق ديال الشوكولا. هنا عندي اي كيكه نتوما عندكم حبيباتي يمكن لكم توجدوها، الكيكه العاديه اللي يعني بالفاني ولا بالشوكولا العاديه. الا كانت عندكم بالشوكولا مزيان، انا كانت عندي بالفاني، شديتها وفرتتها مزيان زدت معاها واحد البسكوي ديال ما شنو سميتو ايو ومن بعد جيت زدت معاها جوج ديال الكاكاو. هنا زدت معاها اللوز والقرقاع مقطعاهم ومحمراهم، يعني كيكونوا محمرين ومقطعهم. هنا غادي تشوفوني بلي مقطعهم يعني شويه كبارين، غادي تقولوا غيعذبك شويه في الخدمه. هو بصح عذبني شويه في الخدمه، ولكن ضروري حبيباتي انا بغيت داك القرمشه، يعني ما خلناكش غير العجينه هكاك. الصراحه انا ما كتعجبنيش غير العجينه بحال هكاك. انا ضفت معاها اللوز والقرقاع مهرمشين ومقطعهم شويه كبار. يعني البنات اللي كيخدموا لي كوموند هاد الطريقه شويه غتعذب، يعني خصكم تهرمشوه ضروري، الا غير قطعتوه شويه كيعذب في الخدمه. انا الصراحه ما خدمتش بزاف، يعني عطيته الوقت الكافي وتخدم ليا وجاني عادي مزيان. هنا غادي نجمع بنيسلي. هاد نيسلي من صنع منزلي، يعني ما شريتوش، صنع منزلي الصراحه كيصدق رائع بزاف. الا بغيتو غادي نشاركو معاكم في شي فيديو، الله يا ربي قولوا خليوها ليا في لي كومونتير. وهنا غادي نبقى نجمع شويه مورا شويه حتى يتجمع ليا، يعني منين غادي نجمعها في يدي غنلقاها تجمعات ليا. ها نتوما كتشوفوا من بعد غادي نضيفها نديرها في المول ديالي يعني بكل سهوله. صافي. وهنا غادي ندير داك العويدات، ومن بعد غادي ندخلو للثلاجه حبيباتي حتى يشد راسو. ضروري خصنا ندخلو للثلاجه اولا للفريغو حتى يشد راسو. الا كنتو مزروبين عليه ديروه في الفريغو حبيباتي باش يشدكم راسو دغيا واحد الساعه كيكون واجد. صافي. هنا من بعد غادي ندوز البوب كيك. يعني البوب كيك حبيباتي انا كنوزنهم، كندير فيه 30 غرام في كل وحده، كيجيوني الصراحه هما هادوك زوينين، غنحتاجو 30 غرام في كل وحده. صافي. ها نتوما كما كتشوفوا يعني كنكورهم، يعني الصراحه كيجيو رائعين مع هاد اللوز والكرك، كيعطيهم واحد المذاق زوين بزاف. هنا كنشدو داك العويد كتصوف الشوكولا ضروري، ومن بعد غاد كنديرو في داك الكره ديالنا باش العويد كيشد مزيان وما كيطيحش لينا منين نغطسوه في الشوكولا. هنا هاد البوب كيك حبيباتي درتو في الشكلاط في المره الاولى وعاودتلو المره الثانيه باش عطاني الريزلت اللي بغيت انا. الا بغيتو ديروا غير كوش وحده غادي منين ديروا داك العويد غتدخلوه للفريغو حتى يجمد، من بعد منين كتخرجوا كيشد فيه الشوكولاط اكثر. ولكن الا ما دخلتوش للفريغو ضروري ما غديروا الشوكولاط على جوج مرات، يعني غديروا المرحله الاولى والمرحله الثانيه باش كيعطيكم النتيجه اللي زوينه. صافي. من بعد منين كندوب كنشوفوه بحال شد شويه راسو كنهزوه من داك البلاصه باش يدير ليناش داك المهم علاش حطيناه زعما ما يديرش لينا داك لتحت كيدير لينا بزاف تما كيتجمع لينا ديال الشوكولا. نتمنى تكونوا فهمتوني. صافي. ها هو من بعد ما خرجنا الماغنوم كيك ديالنا، وضروري الشوكولا البيضاء غادي ندوبها ونديروها هكا في شي كويس ولا في شي حاجه اللي باش غتساعدنا ودغيا غادي تخدم لينا.
يعني انا هنا التيم كامل درتو ديال إلزا، يعني داك الرسوم بنتي كيعجبها بزاف وقالت لي ماما عافاك كيديريه ليا، درتو ليها في هاد عيد الميلاد ديالها. دابا هاد العيد ميلاد كتكمل 3 سنوات، والله يخلي لكل وحده ولادها وبنياتها واللي عزيز عليها كامل يا ربي. هنا هانتوما كما كتشوفوا هاد إلزا عاود خرجتها من زعما صغيره اللي غادي ندير في البوب كيك والماغنوم كيك كبيره عليها شويه. غادي نشدو داك النجيمات شريتهم من عند اللي كيبيع لوازم الحلويات، نجيمات بيضين وزرقين. وهنا هانتوما كما كتشوفوا يعني كيجي صراحه رائع بزاف. هانتوما شوفوا يعني انا خدمتهم هنا، خليت معكم غير وحده باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، يعني الفكره غادي توصل ان شاء الله. هانتوما وحتى هادو راه دايره بابي كويسون ومن بعد دايره ملصقه عليه التصويره. علاش حبيباتي؟ باش تبقى ليا التصويره ما غيوقع ليها والو، ربما الشوكولا يذوب شويه اولا شي حاجه غيضيع ليا التصويره وغيضيع ليا كلشي داكشي اللي خدمت. لا كنعزل ما بين الشوكولا والتصويره بالبابي كويسون. نتمنى تكونوا فهمتوني، وإلا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونطير وانا كنجاوب على لي كومونطير كاملين. هانتوما التصويره الصغيره ديال إلزا غادي نلصقها وحتى هي دايره فيها بابي كويسون، ومن بعد غادي نلصقها وكندير عليها داك النجيمات البيضين والزرقين. كنبقى نحطهم عشوائيا كيما خدمت الكيك ديالي، يعني كنحطها عشوائي غير كنبقى نحط وصافي. ونفس الحاجه خدمتها حتى الكبيره اللي حطيت في الحلوه ديالي، حتى هي خدمتها بنفس الطريقه. التصويره قطعتها، من بعد حطيتها وقطعت عليها البابي كويسون ولصقتها. كتلصقوها حبيباتي بالشوكولا، كتلصق عادي، يعني حتى هاد النجيمات كنلصقوهم حبيباتي بالشوكولا. هانتوما شوفوا حبيباتي كيفاش كيجيو تبارك الله. هنا غادي ندوزو للمادلين اولا الكاب كيك. عندنا كنحتاجو فيه بيضه وحده بدرجه حراره المطبخ، كتقل 4 ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، فاني، كيس من الخميره ونص، عندنا واحد الياغورت ديال الفاني، شويه ديال المليحه والدقيق حبيباتي. غادي نحتاجو كاس ونص ديال الدقيق بالضبط. هنا في اناء غادي نديرو البيضه، الفاني، سنيده وشويه ديال المليحه. كما قلت لكم كاس قل 4 ديال السنيده حبيباتي. غادي نخلطوا كلشي مزيان مزيان مزيان. هنا ما غاديش نحتاجوا طراب الكهربائي، غادي نخدموا غير بيدينا. ومن بعد غادي نضيفوا داك الياغورت ديال الفاني، وهنا غادي نزيدوا نص كاس، يعني داك الكاس ديال الياغورت غادي نعبروا منه نص كاس وغادي نضيفوا حبيباتي للخليط. هاد الكاب كيك هذا اولا المادلين كيجيو رائعين بزاف صراحه، كيجيو بنانين. جربوهم حبيباتي، انا متاكده غيعجبوكم بزاف بزاف بزاف. صافي وكنخلطوا كلشي مزيان، وهذا الخليط هذا كيعطي لنا تبارك الله 18 وحده اللي كيخرج لينا من المادلين اولا الكاب كيك. صافي هنايا غادي نضيفوا الخميره. كما قلت لكم عندنا كيس ونصف، يعني كيس غنحتاجوه كامل والاخر غنحتاجوه غير النص ديالو. صافي هانتوما كما كتشوفوا صافي. وهنا غادي تشوفوني حبيباتي انا درت غير شويه من كل حاجه، يعني من الماغنوم والبوب كيك درت كل حاجه منه غير شويه. علاش حبيباتي؟ حيت حنا صراحه كاينين غير يعني غير انا وراجلي وبنتي، يعني ما كايناش العائله. هاد العام ما حضر معنا حتى شي واحد الصراحه، الظروف ما كان معنا حتى شي واحد، داكشي باش درت انا داكشي غير قليل. ولكن نتوما حبيباتي الا كان عندكم يعني الضياف والعائله وعارضين بزاف ديال الناس، يعني غديروا على قياس داكشي اللي عارضين نتوما. كما قلت لكم انا يعني ما كاين معنا حتى شي واحد الظروف، والاول مره صراحه غادي ندوز عيد ميلاد لبنتي غير انا وباباها، ما كاين معنا حتى شي واحد. نتمنى ان شاء الله يا ربي بطولة العمر العام الجاي تحضر معايا العائله. كما قلت لكم استعملت كاس ونص ديال الدقيق. غنخليو العجينه ديالنا ترتاح واحد نص ساعه، ومن بعد غادي نعمروها في هاد لي مول ديال الكاب كيك وندخلوهم للفران. ما كياخذوش لينا الوقت، 10 دقائق كيكونوا واجدين حبيباتي. وهنا غادي تشوفوني يعني في الاخر غادي تلقاو باللي يعني الكوزينه ماشي ديالي، حيت حنا بدلنا المدينه باش بدلت لبنتي شويه الجو. درت ليها عيد الميلاد صراحه ماشي في داري، درتو ليها مدينه وحده اخرى. شوفوا هانتوما المادلين بعد ما وجدوا لينا، شوفوا تبارك الله التحميره كيفاش كتجي فيهم. صافي يعني حنا هنا تبارك الله كلينا منهم هنا خرجوا لينا 18 وحيده. غادي نستعملوا الكاماش اللي شاط لينا من الكيك، هو اللي باش زينت حبيباتي. وغنشد إلزا غادي نديرها في واحد الورق مقوى، وغادي ندير ليها داك عود الشواء باش يصلح ليا نتكها في هاد
في هذا المادلين هذا. يعني شوفوا كيفاش الطريقه، ومن بعد غادي نزينها بالنجيمات اللي باش زينت كلشي. يعني الصراحه كيجيو رائعين بزاف. وهنا حبيباتي شوفوا كيفاش انا قدمت الطبله ديالي، يعني العصير بدلت له التيكي الماء. شوفوا الطبله كيفاش انا قدمتها، نتمنى تعجبكم وصافي هادشي اللي كاين حبيباتي. وهنا صافي كيسالي التوجد ديال عيد الميلاد. صراحه الطبله كتجي راقيه بزاف ورائعه وبسيطه في نفس الوقت.